السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم من جديد ثامر الجطيلي من قناة ديجيتاي جيمر. أخباركم تمام؟ دوم إن شاء الله تكونوا بأحسن أحوال. سبحكم الله بالخير، مساكم الله بالنور جميعا. على السريع راح نشرح لكم كيف توثقون شريحة الاتصال STC أو موبايلي من تطبيق نفاذ. طبعا تكتبون نفاذ في خيار البحث في جوجل. أول خيار اللي هو رمز توثيق بطاقات الاتصال أو اللي فيه خط بالنص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تضغطون على هذا الخيار. ثم أول ما تضغطون على هذا الخيار راح تطلع لكم هذه الواجهة أمامكم اللي هي وصف الخدمة. ما عليكم من الوصف، انزلوا تحت وراح تحصلون المزيد من هذا الوصف، زائد راح تشوفون كلمة شفافة مكتوب فيها الفئة المستفيدة، واللي هي بين 3 نقاط رئيسيات: أفراد، مواطنين ومقيمين. والنقطة الرئيسية الثانية: مؤسسات وشركات وجهات حكومية وهيئات. اتركوا هذا الكلام اللي هو من 3 نقاط رئيسية شفافة، ما راح تحتاجون تضغطون عليها. أنتم بس تركزون على الكلمة اللي عليها دائرة ابدأ الخدمة، اضغطوا عليها وراح تنتقلون للصفحة الآتية. أول ما تخشون على موقع نفاذ من كلمة ابدأ الخدمة الشفافة راح تشوفون صفحة نفاذ الرئيسية بهذا الشكل، ولكن بالكلام الإنجليزي، فتحتاجون تضغطون على النقاط الرئيسية أو الخطوط الرئيسية الثلاث اللي بالزاوية اليمين فوق زي ما أنا أشرت عليها. بعد ما تضغطون عليها راح تنتقلون للخيارات الآتية. بعد الضغط على الثلاث خطوط الرئيسية اللي بالزاوية اليمين أو النقاط الرئيسية راح تجينا عدة خيارات من 4 خيارات. نروح نضغط الخيار اللي زي الكورة أو الكوكب اللي فيه كلام مكتوب فيه العربية أو عربي، نضغط عليه وراح تتحول الصفحة إلى اللغة العربية بهذا الشكل الآتي. كما تشاهدون أو زي ما انتم شايفين سابقا في موقع خدمة نفاذ الوطني، أول أيقونة كانت تسجيل دخول، الآن خلوها إنشاء حساب جديد، ولكن مي هذه الأيقونة اللي حنا نبغاها. ننزل تحت إلين تطلع لنا الأيقونات الآتية. الأيقونات اللي ظهرت أمامنا من بعد ما نزلنا تحت من بعد الخيار الأول اللي ذكرناه سابقا: إعادة تعيين أو تحديث الرقم السري للبطاقة، طبعا هذا ما له دخل. الخيار اللي بعده إعادة تعيين كلمة المرور، برضو ما له دخل. ننزل تحت إلى آخر خيار واللي راح يكون هو الخيار الأصفر، واللي يعتبر آخر خيار في خدمة نفاذ الوطني من بعد ال3 خيارات السابقة. أول ما ننزل تحت راح نحصل خيار باللون الأصفر واللي هو التسجيل في خدمات النفاذ الوطني الموحد. نضغط على هذا الخيار، بعدها راح تطلع لنا الصفحة الآتية. من بعد ما دخلنا على الخيار السابق اللي ذكرناه سابقا وهو التسجيل في خدمات نفاذ الوطنية الموحدة، حلو، راح يطلع لنا طبعا صفحة نفاذ بهذا الشكل وفيها 5 أشياء. حنا ما راح نحتاج ال5 أشياء كلها، بس نحتاج أننا نسوي في الخطوة الأولى أنكم تحطون اسم المستخدم الخاص بخدمة أبشر وكلمة المرور الخاصة فيكم بخدمة أبشر. بعد ما تحطون اسم المستخدم حق أبشر وكلمة المرور حق أبشر تسوون تسجيل الدخول. بعدها راح تجينا الصفحة الآتية. بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بخدمة أبشر، حلو، راح تجينا هذه الصفحة بهذا الشكل. راح يجينا حوالي 180 ثانية، وطبعا راح يتم إرسال رسالة نصية إلى هاتفنا أو هاتفكم الجوال تحتوي على كود التحقق اللي هو من 4 أرقام. تفتحون الرسالة، تحطون الكود المكون من 4 أرقام في هذا الخيار كلمة المرور المؤقتة، بعدها تسوون متابعة، وبعدها راح ننتقل للصفحة اللي بعدها. بعد إدخال كود التحقق في الخيار السابق راح تجينا عدة خدمات، وهي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نتركها ما نحتاجها، ولا وزارة العدل أو هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نتركهم، ولا وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولا بوابة سعودية، ولا وزارة التعليم، ولا وزارة الصحة، هذولي أيضا نتركهم ننزل تحت، ولا وزارة المالية، ولا بنك التنمية الاجتماعية برضو ننزل تحت نترك هذولي، ولا وزارة البيئة والمياه والزراعة، ولا وزارة التجارة ننزل تحت برضو، ولا وزارة الصحة موعد ولا التطوع الصحي ننزل تحت،
ولا صندوق التنمية العقاري ولا بوابة رخص القيادة السعودية. ننزل تحت إلى أن تجينا آخر خيارات، واللي هي نترك الخيار اللي هو إمارة المنطقة الشرقية، نروح لآخر خيار واللي هو رمز توثيق بطاقات الاتصال. نضغط على هذا الخيار أو الأيقونة وراح ننتقل للي بعده. أول ما نختار آخر خيار طبعا راح تجينا صفحة بهذا الشكل فيها وصف طويل. ننزل تحت راح نحصل الاتصالات السعودية اللي راح نتكلم عنها الآن، وتحتها خدمة موبايلي، وتحتها راح يكون الخدمات الآتية واللي مثل زين وليباريا وبعد، وآخر شركة راح تكون فيرجن موبايل. بما أننا شرحنا لكم أو ذكرنا لكم جميع الشركات اللي فيها الكود اللي راح يطلع لنا أمامنا مباشرة، راح أقول لكم معلومة مهمة عشان تتجنبونها في خدمة نفاذ الوطنية. لأنكم إذا خليتوا الصفحة كذا وما خلصتوا أشغالكم اليوم، يعني تبون تخلصون بعد يومين أو بعد 3 أو بعد ما تخلصون من انشغالاتكم الشخصية، يعني ترجعون للخدمة بعدين، لا تنسون يا شباب تضغطون على انهاء، لانكم اذا ما ضغطتوا على انهاء راح تضطرون انكم تمسحون سجل البحث حق جوجل كروم كامل عشان تدخلون على نفاذ من جديد، او انكم تدخلون على خدمة نفاذ الوطني من جهاز اخر غير الجهاز اللي انتم تستخدمونه. فتجنبوا هذا الشيء. اذا انتم ما تبون تسوون شغلكم الان حق نفاذ تسوونه بعدين، اضغطوا انهاء، واذا انتم خلصتوا اضغطوا انهاء عشان ما يجيكم ايرور كود في هذه الخدمة. الان ننتقل معكم للكود. من بعد ما عرضنا لكم شركات الاتصال سابقا واللي هي 5 شركات STC وموبايلي وزين وإلى آخره، طبعا اخترنا على سبيل المثال شركة STC أو الاتصالات السعودية. وطبعا راح ننتقل لهذه الصفحة من بعدها، يعني ما اخترنا STC راح تجيكم هذه الصفحة واللي فيها راح يكون الرقم مكون من 6 أرقام. أنا أعطيتكم على سبيل المثال رقم من عندي مكون من 6 أرقام لأن الرقم اللي طلع راح استخدمه. حلو. وطبعا مدته هذا الرقم السداسي 4 ساعات. فيعني إذا وصلتوا لهذه الصفحة لا تسوون عليها انهاء، بل انتقلوا إلى التطبيق اللي هو ماي STC اللي على حسب الشريحة اللي أنتم راح تسوون عليها استبدال أو تشترون غيرها، أو انتقلوا لتطبيق موبايلي. طيب إذا أنتم ما تعرفون كيف تستبدلون شريحة STC الكبيرة حق جوالات النوكيا بشريحة ثانية تكون نانو حق جوالات الجالكسي والجيل الجديد اللي مثل ايفون وجالكسي، راح اعلمكم الطريقة. تابعوا معي للجزئية اللي بعدها. من بعد ما سوينا كل الخطوات السابقة وطلعنا الرقم السداسي واللي مدته 4 ساعات، الآن نقدر نشتري شريحة، بس نعطي الموظف اللي يوصل لنا الشريحة الكود أو الرقم السداسي عشان يقدر يعطينا الشريحة اللي حنا شريناها أو اللي حنا استبدلناها. حلو. طيب الآن نحمل برنامج أو تطبيق ماي STC المتوفر في أجهزة الجيل اللي هي iOS وأندرويد. بعد ما نحمله ندخل على هذا التطبيق وبعدها راح يظهر لنا الآتي. من بعد ما دخلنا على تطبيق ماي STC طبعا راح تظهر لكم هذه الواجهة. حلو. طبعا في أرقام، طبعا أنا مقطع الصورة طبعا لأن الأرقام اللي ظاهرة قبل في الصورة الكاملة هي رقم لأحد الأصدقاء عندي، فأنا حبيت بس أشرح لكم الفكرة. طبعا أول ما تدخلون على الصفحة اللي بهذا الشكل راح يظهر لكم الرقم الأول اللي هو ب STC، راح يقول لكم عليه متابعة. إذا أنتم تبون تستبدلون الشريحة بهذا الرقم فتتابعون من هذا الرقم اللي أنتم أدخلتوه، وإذا أنتم ما تبون فتضيفون رقم ثاني اللي هو راح يكون الاستبدال من هذا الرقم الثاني. طيب ننتقل للخطوة اللي بعدها. بعد ما نضيف الرقم الثاني واللي هو طبعا الرقم اللي نبي نستبدله عشان ناخذ بداله شريحة صغيرة اللي هي شريحة النانو واللي راح نستخدمها في الايفون او الجالكسي. اول ما ندخل على الرقم الثاني نروح للكلمة اللي هي إدارة، نضغط عليها اللي هي زي ما هي امامكم بالصورة، انا حاطن عليها سهم، نضغط عليها ثم راح ننتقل للخيار اللي بعده. بعد ما نضغط على كلمة إدارة اللي باللون البرتقالي أو الأحمر راح تجينا 3 أيقونات بالنص، صندوق الوارد، ادفع أو إدارة. نضغط على الخيار الثالث اللي بالزاوية اليسار، إدارة اللي على شكل شريحة وعليها مسنن أو برغي، نضغط عليه. بعد ما نضغط عليه راح يودينا للصفحة اللي بعدها.
بعد الضغط على أيقونة شكل الشريحة اللي عليها مسنن أو برغي راح تطلع لنا أيقونة أخرى على جهة الزاوية اليمين، وفيها رقم مكون من 4 أرقام. أنا طبعا شطبت عليه طبعا لأنه هو من رقم أحد الأصدقاء عندي، ومكتوب فيها الشريحة الأساسية اللي أنتم تبون تستبدلونها. فنضغط على هذه الأيقونة، بعدها راح يجينا الخيار الآتي. بعد الضغط على الخيار اللي بالزاوية اليمين واللي كاتبين فيه الشريحة الأساسية، وإذا حطينا رقم ثاني بيطلع لنا الشريحة الثانوية أو الشريحة الفرعية. حلو، حنا نبي نستبدل الأساسية وضغطنا على الخيار اللي بالزاوية اليمين، راح يجينا 3 خيارات تقريبا. أول ما ننزل تحت يعني في الخطوة اللي بعدها راح يكون في خيار باللون الأحمر نضغط عليه اللي هو بدل شريحتك، اللي أنا حطيت لكم عليه سهم. أول ما نضغط على هذا الخيار راح تجينا خيارات مكونة من 3 خيارات عند كلمة الجوال. الخيار الأول واللي هو أرغب بتوصيل الشريحة نضغط عليه، والخيار الثاني استخدم الشريحة المدمجة ESIM، فما نحتاج الخيار الثاني، فنقوم بالضغط على الخيار الأول أرغب بتوصيل الشريحة نضغط عليه. بعدها تحددون موقع البيت حقكم. بعد ما تسوون تحديد للموقع تضغطون على النقطة اللي أوافق، في كذا أيقونة كذا لونها رمادي تضغطون عليها أوافق على الشروط، بعدين طلب باللون الأخضر اللي هو بالنص، بعدين خلاص موظف STC حق خدمة العملاء راح يجيكم للبيت وراح يعطيكم الشريحة اللي أنتم شريتوها أو الشريحة اللي أنتم بدلتوها. بس لا تنسون أنكم تورون الموظف رمز التوثيق المكون من 6 أرقام اللي قلت لكم عليه. طبعا عليه 4 ساعات. من بعد 4 ساعات راح تتسكر صفحة نفاذ الوطني، وانتبهوا انكم تضغطون انهاء. اذا ضغطتوا انهاء وانتم طبعا ما خلصتوا العملية حقتكم، سواء كان شراء بطاقة سوا او استبدال شريحة سوا من الشريحة العادية للشريحة نانو اللي تركب على الايفون والجالكسي، طبعا الموظف هنا راح يقول ان طلبك ملغي. ليه؟ لان ما عندكم رمز التوثيق السداسي. فانتبهوا انكم تسكرون الصفحة اللي فيها الرمز السداسي المكون من 6 ارقام حق استبدال البطاقة او شراء البطاقة. وبس يا شباب، هذا كان كل اللي عندي. لا تنسون زر اللايك والكومنت والاشتراك بالقناة، واعتذر على الاطالة، بس ابي اعلمكم خطوة بخطوة كيف تسوون رمز التوثيق وكيف تستبدلون الشريحة حقتكم. لان طبعا خيار تسجيل الدخول في خدمة نفاذ كان أول واحد، بس زي ما قلت لكم الآن أصبح الخيار الأصفر. صلى الله وبارك، وفي أمان الله. أشوفكم على خير. باي.